وعطر الصراحة يستحق ويستحق ويستحق. هذا العطر هذا الأصدقاء هو العطر اللي كان الراعي الرسمي ديال خوكم جابر صباح العيد. عطر من دار نيش عريقة جدا ومشهورة اللي هي دار مونطال الفرنسية، والعطر سميتو دارك فانيلا. اللهم بارك، ها هو كما كتشوفوه. عرفتي عطر جميل 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 جدا. الاصدقاء اللي كيبغيو العطور الرسميه، العطور الفخمه، عطور ذات الاداء، شنو نقول لك، ماشي الاداء الفواح، اداء الصارخ في الفواحات، ثبات وفوحان 3 ايام فما فوق. عطر صراحه متعني جدا في صباح العيد، في واحد التوليفه عجيبه وغريبه، توليفه غير معتاده في العطور، في لمسه العود الكمبودي في الافتتاحيه مع لمسه الفانيلا الداكنه. واهم حاجه اللي كيرتكز عليها العطر وكتخليه صالح للمناسبات هي لمسه الجلود. نرشو معاكم، قولوا بسم الله بسم الله. الله الله. واحد الدخله الاصدقاء ديال العود مع الفانيلا كديرها بيك، كتقول هذا راه عطر عود. سرعان ما كتختفي هذه الريحه ديال العود وكتبان الفانيلا الممجوزه مع ريحه الجلود الفخمه. يا سلام. استخدمته صباح العيد صراحه باش مشيت للمصلى، واحد الفواحان، عرفتي راه غادي وكنستمتع في الطريق. وطبيعه الحال هذا عطر نيش، اللهم بارك، نقاء، ثبات، فواحان، ولا ما نهضروا على داك الشيء اللهم بارك، سطاج الاخر اللهم بارك، ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو عطر دارك فانيلا. وهذا العطر هذا سبحان الله ما مشهورش بحال خوتو، بحال بلاك عود، ارابيان طونكا، كلشي تيهضر عليهم. دارك فانيلا معليش واحد الاقبال اعلامي كبير، وعطر الصراحه يستحق ويستحق ويستحق. عطر نيش يا سلام للمناسبات.